البوصلي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب. اليوم حنا جد سعداء باش نحضروا لهذا الملتقى الجهوي السنوي اللي كيتعقد على مستوى الجهات ديال الوطن ديالنا اللي كتعقدوا الرابطة. كان عندنا لقاء قبل اسبوعين مدينة الدار البيضاء، اليوم كنحضروا هذا اللقاء كذلك اللي كيحمل واحد الشعار اللي هو من اجل التعليم يعني مبدع ومبتكر. وبطبيعة الحال هذا الشعار اللي هو كيمشي مع التوجه العام ديال المنظومه وكذلك مع الرؤيه الاستراتيجيه اللي جا كيأطرها القانون الاطار، وكذلك اليوم كيمشي مع التوجيهات ديال الدوله ديالنا اللي كتعتبر اليوم بان التعليم خصو يبقى ننتقل من منطلق التلقين الى منطق الابتكار والابداع، وكذلك اننا نفتحوا للتلاميذ ديالنا والناشئه ديالنا انه تكون المدرسه ديالهم هي مدرسه ديال الحياه، ديال التجويد، ديال الابتكار، ديال الابداع. لان هذه الناشئه اليوم هي الراس المال اللامادي وهي المستقبل ديال البلاد ديالنا، وانه لا يمكن ان تكون هناك نهضه اقتصاديه بدون نهضه تربويه. وهذا هو اللي كذلك جا به النموذج التنموي اللي اعتبر بان المدرسه هي المدخل الاساسي لاي نهضه اقتصاديه في البلد ديالنا. اذا هذا اليوم ملتقى اللي غادي يجاوب على واحد العدد ديال الاسئله، وغادي يكون كذلك هناك شركاء اللي غادي يساهموا معنا في هذا اللقاء اليوم اللي هما عندهم صله بالقطاع، واللي ان شاء الله نتمناو لهذا اللقاء يعني تكون عنده توصيات. موموش احمد، رئيس المكتب الجهوي لرابطه التعليم الخاص فرع جهه سوس مسا. بالنسبه لهذا الملتقى ياتي في اطار سلسله من اللقاءات التي تنظمها الرابطه على المستوى الوطني. بالنسبه اليوم جاء دور جهه سوس مسا انسجاما مع توجيهات المكتب التنفيذي ديال رابطه التعليم الخاص، الا وهو تنظيم ملتقيات اقليميه وجهويه للانفتاح على مؤسسات التعليم الخصوصي. بالنسبه لهذه السنه يؤطر الملتقى الخامس شعار نحو تعليم مدرسي خصوصي مبدع ومبتكر. هذا الشعار يعكس طموحنا من اجل تطوير خدمات المدرسه الخصوصيه. كذلك بالنسبه للعرض الملتقى ياتي في اطار مجموعه من المستجدات التربويه التي تعرفها الصحه الوطنيه من ادماج الامازيغيه وفق المذكره الوزيريه الصادره مؤخرا، لان الامازيغيه هناك رهان عند وزاره التربيه الوطنيه، هناك استراتيجيه الى ممكن القول ديال ادماج اللغه الامازيغيه في افق سنه 2030، وبالتالي حنا كتعليم خصوصي منخرطون في هذه العمليه. كذلك بالنسبه للعقد النموذجي الموقع بين الجمعيات الفاعله في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي وجمعيه الاباء ووزاره التربيه الوطنيه، هذه السنه سيكون التفعيل ديالو انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل. هذا سيخلق واحد الجسور ديال التواصل بين العائلات وبين المؤسسات التعليميه.